أهلا بيكم ستة ابتدائي، ومعانا النهاردة تاني درس عندنا في الدراسات الاجتماعية بعنوان ظهور الإسلام في وطننا العربي. ظهور الإسلام هو الدين الإسلامي ظهر عندنا في الوطن العربي. أقول لك أيوة، هنا كده في الحتة دي تقصد في السعودية يعني. أقول لك الحتة دي كلها على بعضها اسمها شبه الجزيرة العربية، وأيامها ما كانتش متقسمة دول بالشكل اللي انت شايفه ده. الأيام دي كنا بنقول عليها شبه الجزيرة العربية وخلاص. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد هنا في شبه الجزيرة العربية، تحديدا في مدينة اسمها مدينة مكة. يبقى كده احنا عرفنا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد في شبه الجزيرة العربية، تحديدا في مدينة اسمها مدينة ايه يا ولاد؟ مكة. بيقولك بقى قبل ما تتكلم على عن الإسلام وعن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعرف تفاصيل حياته كلها، تعالى كده الأول نرجع بالزمن لورا ونشوف الحياة في المكان اللي اتولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت عاملة ازاي. وده عشان نتخيل شكل المكان اللي اتولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي احنا هنتكلم عن ايه؟ عن الحياة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، يعني قبل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لك لما نيجي نبص على شبه الجزيرة العربية قبل سيدنا محمد ما يتولد مش هنلاقيها متقسمة لدول. أمال كانت ايه؟ أقول لك كانت قبائل متفرقة. يعني ايه قبائل متفرقة؟ قال لك يعني كل شوية ناس عايشين مع بعض بنقول عليهم قبيلة. فكان عندنا في شبه الجزيرة العربية في الوقت ده قبائل، بس القبائل دي كانت بعيدة عن بعضها، يعني مش جنب بعضها، عشان كده احنا بنقول عليها كانت قبائل متفرقة بعيد عن بعض. طيب القبائل دي يا ولاد كان مين اللي بيحكمها؟ قالك من كل قبيلة من دول كان ليها شيخ بيحكمها. شيخ؟ ايوه شيخ، كل قبيلة بيحكمها شيخ، يعني ما كانش اسمه رئيس، لا ده كان اسمه شيخ. يبقى لما حد يسألني ويقول لي نظام الحكم السائد، يعني نظام الحكم المنتشر في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، كان اسم النظام ايه؟ هل كان نظام فيه دول؟ اقول له لا، اقول له كان اسمه النظام القبلي. تمام؟ يعني نظام قبائل، كان كل مكان ليه شيخ بيحكم قبيلة، وكانوا بعيد عن بعض سموهم كده القبائل المتفرقة. طيب لو سألني وقال لي ليه النظام ده اللي كان منتشر في الوقت ده، يعني بما تفسر ساد النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية، ليه انت بتقول ان النظام اللي كان مسيطر في الوقت ده النظام القبلي؟ اقول له لان شبه الجزيرة العربية دي كانت على شكل قبائل متفرقة، ولكل قبيلة شيخ يحكمها. تاني لما حد يسألك ويقولك النظام السائد هتقول له النظام القبلي. ليه بقى؟ لأن كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل قبيلة شيخ يحكمها. السؤال ده مهم؟ أيوة. بيجي في الامتحانات؟ أيوة، ذاكروه كويس. طيب ما تقولي كده قبيلة من القبائل اللي كانت منتشرة في الوقت ده. أقول لك أشهر قبيلة اللي هي قبيلة قريش. قبيلة قريش، أيوة، اللي كانت ساكنة في مكة في المكان اللي اتولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أشهر القبائل العربية قبيلة إيه؟ قريش، اللي كانت ساكنة فين؟ أقول له في مكة. طيب بعد ما عرفنا إن نظام الحكم اللي كان موجود في شبه الجزيرة العربية كان اسمه النظام القبلي، وعرفنا كمان إن كل قبيلة كان لها شيخ بيحكمها، وعرفنا كمان أشهر القبائل اللي كانت موجودة اللي هي قبيلة قريش. عاوزني أعرف إيه تاني عن شبه الجزيرة العربية؟ أقول لك عايزك تعرف الشغلانات اللي كانت موجودة في الوقت ده. يعني إيه؟ يعني كلمني عن الحرف في شبه الجزيرة العربية. إيه أكتر الشغلانات اللي كانت موجودة؟ أقول لك عندنا 3 شغلانات. أول شغلانة وأكتر شغلانة اللي هي راعي الأغنام. راعي الأغنام، أيوة، هي دي الشغلانة اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، ومعظم الناس في الوقت ده كانوا بيشتغلوا في راعي الأغنام. يبقى راعي الأغنام دي الحرفة السائدة. كلمة السائدة يعني المنتشرة. يبقى لما يسألك ويقولك ما هي الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية، أقول له راعي الأغنام. طيب تاني شغلانة في شبه الجزيرة العربية كانوا بيشتغلوا فيها، أقول لك الصناعة هم كان عندهم صناعة. أقول لك كانت صناعة خفيفة زي السيوف والرماح والأواني الفخارية.
شوية حاجات بسيطة يعني صناعات خفيفة ما كانتش كتيرة يعني. تالت شغلانة قالك التجارة. كانوا بيشتغلوا في التجارة. اقولك كان عندهم اشهر الرحلات التجارية. كان عندهم رحلتين. كان عندهم رحلة بيروحوا فيها لليمن يبيعوا ويشتروا منها، ورحلة بيروحوا فيها للشام. طيب امتى كانوا بيروحوا لليمن وامتى بيروحوا للشام؟ اقولك كانوا بيروحوا لليمن في فصل الشتاء، فبنقول عليها رحلة الشتاء. وكانوا بيروحوا للشام في فصل الصيف، فكنا بنقول عليها رحلة الصيف. يبقى من اشهر الرحلات التجارية اللي عملها العرب في الوقت ده كانت ايه؟ اقولك رحلة الشتاء الى اليمن، يعني في فصل الشتاء يروحوا لليمن يبيعوا ويشتروا هناك. ورحلة الصيف الى الشام، يعني في الصيف بيروحوا الشام بيبيعوا ويشتروا معاهم. طيب انا كده هتلخبط في الرحلتين دول. هقولك بقى على حاجة سهلة تحفظهم بيهم. لما يقولك رحلة الشتاء اللي فيها حرف الشين، ما تجيبش معاها حرف الشين بتاع الشام، تبقى اليمن. ورحلة الصيف حطوا له الشام اللي فيها حرف الشين، يبقى الشين ما تجيش مع الشين. يبقى رحلة الشتاء اوعى تقول له الشام، قول له اليمن. ورحلة الصيف الى الشام. يبقى عشان ما يتلخبطش حرف الشين اللي في كلمة الشتاء ياخد مش هيجي مع حرف الشين اللي في كلمة الشام، فيبقى رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام. يبقى احنا كده عرفنا الشغلانات اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية. رعي الأغنام ودي الحرفة السائدة، يعني الشغلانة رقم 1. تاني شغلانة اللي هي الصناعة، ودي كانت خفيفة، شوية سيوف على شوية رماح على شوية أواني فخارية. أما التجارة فكان عندهم رحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. طيب ما تقولي أشهر الحاجات اللي العرب كانوا مشهورين بيها. أقولك البلاغة وحب الشعر. يعني إيه البلاغة وحب الشعر؟ أقولك العرب دول أصل اللغة العربية، وبيقولك لما تقدر تعبر عن اللي جواك بشكل صحيح بلغة عربية ده اسمه البلاغة. فكانوا شاطرين جدا في البلاغة وحب الشعر. يبقى العرب كانوا مشهورين بإيه؟ بالبلاغة وحب الشعر. طيب ما تحاول توصف لي الناس العرب اللي كانوا عايشين في شبه الجزيرة العربية. أوصفهم يعني قول لي الصفات والعادات بتاعتهم. أقول لك كان عندهم صفات حسنة، يعني حاجات كويسة، وعندهم عادات سيئة. طب الصفات الحسنة قد إيه والعادات السيئة قد إيه؟ أقول لك 3 صفات و3 عادات. بالنسبة للصفات الحسنة اللي كانت عند العرب في الوقت ده، قال لك الشجاعة والكرم، كانوا بيكرموا الضيف جدا، والوفاء بالعهد. أي حد منهم كان بيديك كلمة لازم ينفذها. يبقى الصفات الحسنة عند العرب إيه؟ هقول له الشجاعة والكرم والوفاء بالعهد. طب بالنسبة بقى للعادات السيئة، الحاجات الوحشة اللي هم كانوا بيعملوها، قال لك 3 حاجات. أول حاجة اللي هي وأد البنات. يعني إيه وأد البنات؟ يعني اللي كان بيتولد له بنت كان بياخدها يحفر في الأرض ويردم عليها يدفنها وهي لسه حية وتموت. ده اسمه بقى وأد البنات. كانوا بيكرهوا خلفة البنات جدا، طبعا دي حاجة حرام. وإيه كمان؟ الأخذ بالثأر. يعني لو واحد اتقتل أهله ما يسيبوش حقه لحد ما يقتلوا اللي قتله وياخدوا بالثأر، وكان بيفضل كده الطار شغال بين القبائل. يبقى تاني عادة سيئة اللي هي الأخذ بالثأر. تالت حاجة شرب الخمر. يبقى تاني صفات وعادات العرب قبل الإسلام، قال لك عندنا صفات حسنة اللي هي الشجاعة والكرم والوفاء بالعهد، وعادات سيئة اللي هي وأد البنات والأخذ بالثأر وشرب الخمر. طيب بقى افرض بقى جاب لي أسئلة على الجزء ده، قال لي أكمل العبارة الصحيحة، أكمل العبارة التالية. وقال لي نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. أقول له النظام القبلي. تمام، يعني نظام قبلي، كل قبيلة كانت متفرقة. طب رقم 2، أشهر قبائل العرب قبل الإسلام قبيلة إيه؟ أقول له على طول من غير تفكير قبيلة قريش اللي كانت موجودة في مكة، المكان اللي هيتولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. افرض بقى جاب لي سؤال اختياري وقال لي من الصفات الحسنة عند العرب قبل الإسلام، هل وقت البنات؟ أقول له لا، دي من العادات السيئة. طب الأخذ بالثأر؟ أقول له لا، برضه من العادات السيئة. طب شرب الخمر؟ أقول له برضه من العادات السيئة. طب الوفاء بالعهد؟ هقول له هي الوفاء بالعهد الإجابة الصحيحة. كانت الوفاء بالعهد والشجاعة والكرم، ال3 دول من الصفات الحسنة. رقم 2، طيب رحلة أهل مكة في فصل الشتاء كانت إلى بلاد إيه؟ قلنا حرف الشين مش هيجي مع الشام لأن الشام فيها حرف شين.
رحلة الشتاء كانت إلى اليمن. طيب بعد ما عرفنا شكل الحياة في المكان اللي اتولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني شبه الجزيرة كانت عاملة ازاي، يلا بقى كلمني عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب انت عايزني اعرف ايه بالظبط عن حياة الرسول؟ هقول لك انا عايزك تعرف 7 حاجات. كم حاجة؟ 7 حاجات. اول حاجة عايزك تعرف الاسم، اسم سيدنا محمد. طب اسم سيدنا محمد كان ايه؟ هقول لك كان اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. تاني اسم سيدنا محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. يبقى كده والد الرسول اسمه ايه؟ اسمه عبد الله. طب جده اسمه عبد المطلب. طيب دي اول معلومة. تاني معلومة، قال لك الرسول اتولد فين؟ هقول له في مكة. امتى بقى؟ اقول لك يوم 12 ربيع الاول. يوم 12 في شهر ربيع الاول. امتى؟ طب كان سنة كام الكلام ده؟ قال لك سنة 570. يبقى تاني معلومة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم انه ولد في مكة 12 ربيع الاول 570 ميلادي. قال لك طب تعرف من في السنة اللي اتولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي سنة 570 بيسموها عام الفيل؟ عام الفيل ليه؟ قال لك من كان في واحد اسمه براء الحبشي كان جايب جيش كبير جدا علشان يهد الكعبة. الجيش ده كان معاه فيل كبير، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى حفظ الكعبة وأهلك الجيش ده كله. قال لك بقى السنة دي هي السنة اللي اتولد فيها سيدنا محمد، يبقى عام الفيل ده اللي هو عام 570. طيب افرض واحد سألك وقال لك بما تفسر سمي عام 570 بعام الفيل؟ أقول له لأن في هذا العام حاول إبرهة الحبشي هدم الكعبة بجيش كبير، لكن الله حفظها. ربنا سبحانه وتعالى حفظ الكعبة وأهل الجيش ده كله. طبعا لو حد سألك وقال لك لو هو إبراهيم الحبشي ده كان جاي يهد الكعبة ليه؟ هقول له عشان كان إبراهيم الحبشي ده باني كنيسة عندهم في اليمن وعايز الناس تروح تزورها وما تزورش الكعبة. السؤال هنا، هي الكعبة دي كانت موجودة قبل الرسول ما يتولد؟ أقول لك أيوة كانت موجودة، والناس كانت عارفة إن ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كانوا حاطين أصنام جنب الكعبة، كانوا بيعبدوا أصنام مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كده احنا عرفنا ان الرسول اتولد في مكة يوم 12 من ربيع الاول سنة 570، وسميت السنة دي سميت بعام الفيل. ليه؟ لان ابراهيم الحبشي جاب جيش كبير وكان عايز يهدم الكعبة، والله سبحانه وتعالى اهلك الجيش ده. طيب تالت معلومة عايز نعرفها عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ هقول لك ولد يتيما. ولد يتيما ليه؟ قال لك اقول لك لان والده عبد الله توفي قبل مولده. عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي قبل سيدنا محمد اتولد، يعني سيدنا محمد ما شافش ابوه. اقول لك ايوه. يبقى تالت معلومة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقول له ولد يتيما لان والده توفي قبل مولده. رابع حاجة قال لك لما سيدنا محمد وصل وبقى عنده سن 6 سنين، يعني في سن السادسة توفيت والدته. ام سيدنا محمد ماتت وهو عنده 6 سنين. طب اسم والدة سيدنا محمد ايه؟ اقول له آمنة بنت وهب. ايه؟ آمنة بنت وهب. يبقى سيدنا محمد لما بقى عنده 6 سنين توفيت والدته آمنة بنت وهب. السؤال هنا مين بقى اللي هياخد باله من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاقول له جده. مش احنا قلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ يبقى جد الرسول اسمه ايه؟ عبد المطلب. يبقى بعد وفاة والدة الرسول صلى الله عليه وسلم مين اللي هيهتم بالرسول ويرعاها؟ اقول له جده اللي هو عبد المطلب. المعلومة الخامسة، لحد ما الرسول بقى عنده 8 سنين في سن الثامنة توفي جده عبد المطلب. جده مات. ايوه. طب مين بقى اللي هيهتم بيه وياخد باله منه؟ اقول له عمه ابو طالب. كان ليه عم اسمه ابو طالب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيروح يعيش مع عمه ابو طالب. عمه ابو طالب ده كان عنده ابناء كتير وما كانش غني قوي، فسيدنا محمد في الوقت ده عمل براعي الاغنام. براعي الاغنام حتى وهو لسه صغير؟ اقول لك ايوه. طب ليه؟ ايه اللي يخلي سيدنا محمد يشتغل براعي الاغنام؟ اقول له حتى لا يكون عبئا على عمه، هو مش عايز يكون تقيل على عمه. يبقى في سن الثامنة توفي جده، مين اللي هيرعاه؟ قال لك عمه ابو طالب. قال لك من هو عمل براعي الاغنام. ليه بقى عمل براعي الاغنام لو حد سألك؟ قال لك حتى لا يكون عبئا على عمه. طيب سادس معلومة
قال لك لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كبر عمل بالتجارة، اشتغل في التجارة يعني في البيع والشراء، واشتهر بحاجتين، بالأمانة والصدق. يبقى اشتهر الرسول بنقط ونقط، الأمانة والصدق، وده السبب اللي قالوا عليه الصادق الأمين. يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقب بإيه؟ أقول لك لقب بالصادق الأمين. طب ليه؟ أقول له لأن اشتهر بحاجتين، بالأمانة كان أمين جدا، أي حد كان عنده حاجة عايز يشيلها كان بيشيلها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان الصدق، عمر سيدنا محمد ما كذب كذب خالص. يبقى سادس معلومة أعرفها عن سيدنا محمد إنه لما كبر اشتغل بالتجارة واشتهر بحاجتين، الأمانة والصدق، ولقب بإيه؟ بالصادق الأمين. طيب سابع معلومة وآخر معلومة هتعرفها عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أول زوجة ليه اسمها إيه؟ خديجة بنت خويلد. يبقى لما حد يقول لك كلمني عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هقول له السبع حاجات دول. طيب بعد كده قال لك إن سيدنا محمد طول الفترة دي قريش كانت بتحبه ومسميينه الصادق الأمين. قريش كلها أقول لك أيوة. وكمان سيدنا محمد ما كانش يعرف إن هو هيكون نبي والرسول للدين الإسلامي ويعرف الناس إيه الصح وإيه الغلط. طيب السؤال هنا بقى، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفترة دي كان بيعبد إيه؟ يعني مثلا كان بيعبد الأصنام زي قريش؟ أقول لك لا طبعا. أمال سيدنا محمد في الفترة دي كان بيعبد إيه؟ أقول لك كان بيروح بيقعد في مكان اسمه غار حراء. غار حراء؟ غار حراء ده كان مكان في مكة، والغار ده كانت حاجة كده شبه الكهف. طيب هو سيدنا محمد كان بيروح غار حراء يعمل إيه؟ هقول له كان بيتعبد. مش انت قلت لي ما كانش بيعبد أصنام؟ هقول لك امال كان بيتعبد في ايه؟ هقول لك كان يفكر ويتأمل في الكون. كان بيقعد يبص في الكون، يبص على السماء والنجوم والشمس والقمر، وكان متأكد ان وراء الكون ده اله واحد قادر على كل شيء، مش شوية أصنام كانت قريش بتعبدها. يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقعد في غار حراء يعمل ايه؟ اقول لك كان بيفكر ويتأمل في الكون. طيب قال لك بقى فضل كده سيدنا محمد لحد ما بقى عنده 40 سنة. لما بقى عنده كام سنة؟ 40 سنة. وفي ليلة سيدنا محمد كان في غار حراء، تحديدا في ليلة من ليالي شهر رمضان، سيدنا محمد شاف قدامه ملك نازل من السماء. الملك ده اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل نزل لسيدنا محمد وهو في غار حراء. الكلام ده كان بالليل في إحدى ليالي شهر رمضان، وأول كلمة قالها سيدنا جبريل لسيدنا محمد هي كلمة اقرأ. اقرأ، أيوة، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن اللحظة دي ظهر الإسلام، وسيدنا محمد هيعرفنا كل حاجة عن الإسلام زي القرآن اللي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهيعرفنا إيه الحرام وإيه الحلال، يعني إيه الصح وإيه الغلط، وكمان هيعرفنا إزاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى، لأن سيدنا جبريل هو اللي هينزل كلام ربنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نزل الوحي على سيدنا محمد، يعني نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد إمتى؟ هقول له لما كان سيدنا محمد عنده 40 سنة. طب في أنهي مكان؟ هقول له في غار حراء، تحديدا في إحدى ليالي شهر رمضان. ومن هنا بقى هتبدأ حياة شبه الجزيرة العربية تتغير، لأن الدين الجديد هيقضي على كل العادات السيئة، وهيدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام. طيب السؤال هنا بقى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هيروح يقول لكل الناس اللي في مكة؟ يعني هيقول لقبيلة قريش؟ هقول لك لا. أمال هيقول لمين على الدين الجديد؟ قال لك هيقول له أصحابه والمقربين منهم اللي عايشين معاه في مكة بس. طيب هم مين أصحابه والمقربين منه دول؟ هقول له زوجته السيدة خديجة، ودي أول من أسلمت من النساء. يبقى مين أول من أسلم من النساء؟ زوجته السيدة خديجة. وكمان ابن عمه علي بن أبي طالب اللي كان يدوب عنده 10 سنين وبرضه دخل في الإسلام. وكمان صاحبه أبو بكر الصديق، وده أول من أسلم من الرجال. وبدأ عدد صغير من الناس يدخل في الإسلام في الفترة دي.
قال لك بقى الفترة الأولانية دي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش فيها لكل الناس على الدين الإسلامي، قال فيها بس الأصحاب والمقربين منه، بنقول عليها الدعوة السرية. الدعوة السرية أيوة، ودي أول مرحلة في الدين الإسلامي، بنقول عليها المرحلة الأولى اللي هي الدعوة السرية. طيب الدعوة السرية دي قعدت كام سنة؟ يعني الرسول قعد يقول لأصحابه والمقربين منه كام سنة؟ قال لك 3 سنوات. يبقى المرحلة الأولى اللي هي في الدين الإسلامي اللي هي الدعوة السرية قعدت كام سنة؟ 3 سنوات. طيب سؤال هنا، هو ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة السرية؟ يعني ليه ما راحش قال لكل الناس وما قالش لقبيلة قريش اللي في مكة على طول؟ قال لك ليتجنب أذى قريش. قريش كانت هتأذي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قريش كانت في الوقت ده عايشة براحتها، بتعمل اللي هي عايزاه، مش محتاجين حد يقول لهم ده صح وده غلط. يبقى لما حد يسألني ويقول لي بما تفسر بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية في الإسلام، هقول له ليتجنب إيذاء قريش. طيب بعد الدعوة السرية ما قعدت 3 سنين وسيدنا محمد قال فيها لأصحابه والمقربين منه، ربنا سبحانه وتعالى بعد كده بقى أمر سيدنا محمد بأن يعلن الدعوة. يعني إيه؟ يعني يقول لكل الناس، وأول ناس لازم تعرف هي قبيلة قريش. فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قبيلة قريش ودعاهم لعبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام. ومن هنا بقى تبدأ تاني مرحلة اللي هي الدعوة الجهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقى هيقول لكل الناس، الموضوع ما عادش سر. طيب قريش بقى هتعمل إيه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لازم تعبدوا الله وتبعدوا عن عبادة الأصنام، هل قبلوا بالكلام ده؟ قال لك لا، قريش رافضت. مش كده وبس، دي حاربت كمان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. حربت دعوة الرسول. ايه السبب؟ يعني لما حد يسألني ويقول لي بما تفسر حاربت قريش دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليه قريش أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم على الإسلام حاربوه؟ قال لك خوفا على مكانتهم بين القبائل. ليه بقى كانوا خايفين على مكانتهم بين القبائل؟ هو يعني الإسلام هيقلل من قيمتهم؟ أقول لك هم كانوا شايفين كده وكانوا بيعتقدوا كده. يعني قال لك لو احنا دخلنا في الإسلام، فلو دخلوا في الإسلام وقبيلة قريش دي ليها مكانة كبيرة، هنتساوى بكل الناس العادية، فمكانتنا هتقل. يبقى مما تفسر محاربة قريش لدعوة الإسلام، هقول له خوفا على مكانتهم بين القبائل. عشان كده قريش هتحارب الدين الإسلامي وتحارب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحارب كمان المسلمين اللي أسلموا. طب ما تقول لي عملوا إيه؟ هقول لك عملوا 3 حاجات عشان يقضوا على الإسلام. أول حاجة إيذاء الرسول والمسلمين، آذوا سيدنا محمد وآذوا المسلمين بكافة الطرق على أساس إن سيدنا محمد يرجع عن الدين الجديد والمسلمين يرجعوا تاني يعبدوا الأصنام. طيب طبعا إيذاء المسلمين والرسول ده منفعش، والرسول والمسلمين تمسكوا بالدين الإسلامي أكتر. عشان كده تاني حاجة هيعملوها اللي هو تفاوضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا كمان عليه المال والسلطة. قالوا له عايز فلوس هنديلك، عاوز سلطة وتبقى كمان انت اللي بتحكم قريش برضه هنديها لك. كل ده ليه؟ قال لك ليترك هذا الدين. طبعا برضه المحاولة دي فشلت. تالت حاجة عملوها قريش اللي هو قال لك مقاطعة وحصار المسلمين، قطعوا الرسول وحتى عيلة الرسول وكل المسلمين، ولا يبيعوا ولا يشتروا معاهم. وعملوا كمان وثيقة اسمها وثيقة المقاطعة وحطوها كمان جوه الكعبة. المهم يبقى تالت حاجة عملتها قريش عشان تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين اللي هي مقاطعة وحصار المسلمين، تمام؟ وعملت حاجة اسمها وثيقة المقاطعة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قصاد كل الكلام ده بقى هيعمل ايه؟ قال لك واجه كل الكلام ده بالأساليب السلمية والحكمة. يعني ما حاربهمش، لا، وكمان قال للمسلمين انهم يصبروا ويتحملوا. يبقى قصاد كل اللي قريش عملته في المسلمين وسيدنا محمد، الرسول عمل ايه؟ هقول له وجههم بالاساليب السلمية والحكمة والصبر والتحمل. قال لك في الفترة دي إيذاء قريش للمسلمين والرسول خلى الرسول أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. يعني الرسول بعد الإيذاء اللي حصل من قريش أمرهم بأنهم يذهبوا للحبشة. يعني أمر الناس المسلمين في الوقت ده وأهله بأنهم يهاجروا للحبشة. طيب إشمعنى الحبشة؟ ليه أمرهم أنهم يهاجروا للحبشة؟ قال لك لأن في الحبشة كان يوجد هناك ملكا عادل لا يظلم عنده أحد،
كان اسمه النجاشي. الرسول أمر أصحابه إنهم يسيبوا مكة ويروحوا يقعدوا شوية في الحبشة لحد ما الوضع ده يتغير. يبقى بما تفسر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، أقول له لأن بها ملكا عادلا يسمى النجاشي لا يظلم عنده أحد. طيب الرسول بقى هيعمل إيه في الوضع ده؟ قريش رافضة الدين الإسلامي وبتحارب الرسول والمسلمين، وكمان بيأذوا الرسول عشان يتجنب أذاهم أمر أصحابه إنهم يروحوا للحبشة، وعرفنا إيه السبب إنهم يروحوا الحبشة. السؤال هنا بقى الرسول هيعمل إيه عشان يبلغ الدين الإسلامي لكل الناس؟ قال لك أنا لازم أشوف قبائل عربية تانية غير قبيلة قريش. طب السؤال هنا الرسول هيقابل القبائل دي فين؟ أقول لك إن كل سنة كانت القبائل بتيجي لمكة. القبائل دي كانت بتيجي كل سنة تحج للكعبة. هو كان في حج قبل الإسلام؟ أقول لك أيوه، كانت الناس عارفة من الكعبة دي بتاعت ربنا، ولكن المشكلة منهم كانوا بيعبدوا أصنام جنب الكعبة. يبقى كانت القبائل بتيجي كل سنة علشان تحج. الرسول قال لك إن هستنى القبائل اللي بيجوا كل سنة وهقول لهم على الدين الإسلامي عشان يعرفوا الدين الإسلامي. فعلا استجاب له من يثرب اللي هي المدينة المنورة. يبقى استجاب للرسول وفد من أهل يثرب اللي هي المدينة المنورة ودخلوا في الإسلام. أهل يثرب اللي قعدوا مع الرسول دول يرجعوا بلدهم اللي هي يثرب اللي هي المدينة المنورة وعرفوا الناس على الدين الإسلامي، وأصبحت يثرب دلوقتي مكان فيه ناس مسلمين غير قريش اللي كانوا بيعذبوا الرسول والمسلمين. هنا بقى الرسول هيفكر يسيب مكة ويهاجر إلى المدينة. الرسول هيهاجر والمسلمين اللي في مكة هيسيبوا مكة ويروحوا المدينة علشان أهل يثرب دخلوا الإسلام، فهيعيشوا كلهم مع بعض هناك عشان تبدأ مرحلة جديدة اللي هي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة بناء الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يسيب مكة ويروح المدينة عايز يبني دولة، وهيبقى كمان عندنا جيش. الجيش ده هيقف قصاد المشركين، فالمرحلة الثالثة بنقول عليها مرحلة بناء الدولة وصد أذى المشركين. طيب هي دي آخر مرحلة في الدين الإسلامي؟ هقول لك لا طبعا، في مرحلة رابعة، مرحلة الفتح. المسلمين هيجيبوا الجيش بتاعهم وهيرجعوا يفتحوا مكة اللي هم طلعوا منها، أيوة، ومكة دي كلها هتخش في الإسلام، وهتبدأ بقى الدعوة تبقى عالمية، كل حتة في العالم هتعرف الدين الإسلامي. يبقى رابع مرحلة عندنا مرحلة الفتح والدعوة العالمية للإسلام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة للإسلام، يعني مراحل الدعوة إلى الإسلام كانوا كم مرحلة؟ أقول لك 4. أول مرحلة خالص اللي هي المرحلة السرية اللي قعدت 3 سنين. تاني مرحلة خالص اللي هي الدعوة الجهرية لما قال له قريش وقريش حربته، والمرحلتين دول حصلوا في مكة. أما تالت ورابع مرحلة هعملهم لكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاع النهاردة. أتمنى منكم تكونوا فهمتوا. صلوا على النبي.